هيقابلك اعلان هنا او على اي منصة تانية بيقول لك احنا عندنا وظائف بدوام جزئي راتبها بيتراوح من 500 ل 1000 جنيه في اليوم الواحد، وشروطها سهلة وبسيطة. كل الحكاية انك تكون بتمتلك واتساب وتليجرام وموبايلك في نت بشكل مستمر. طبعا انت ما هتصدق وهتدخل تسأل ايه الوظيفة دي وازاي اشتغلها. هتضغط على الزر اللي تحت فيديو الاعلان، هيوديك على واتساب للشخص اللي هيبدأ يشغلك او يشتغلك ايهما اقرب. بمجرد ما هتقول اهلا او سلام هتلاقي الرساله دي قدامك: اهلا وسهلا، انا فلانه او فلان من قسم التسويق اللي بيعبي الهوا في اكياس وبيبيعه للناس والزباين على قفا من يشيل. قول لي بقى اسمك وسنك وعنوانك عشان نتأكد انك مقبول في الوظيفة بتاعتنا، واي اسم هتقوله واي سن هتقوله موافقين عليه عادي، حنينين قوي وبيشغلوا كل الناس. هتقول لك احنا بنشتغل في التسويق لبعض المتاجر الالكترونية، ووظيفتك انك تعمل زيارات للمتاجر دي عشان تظهر في قوائم البحث او اي قصة يعني. وتقدر تكسب معانا من 1000 ل 3000 جنيه في وقت بيتراوح من ساعة ل 3 ساعات في اليوم. لو وافقت على الوظيفة هتبعت لك لينك المنصة اللي هتبدأ تشتغل عليها او اللي هتبدأ تشتغلك من خلالها، وهتقول لك اعمل حساب وابعت لي لقطة شاشة. بمجرد ما هتعمل حساب هتلاقي 80 جنيه على الحساب هدية تسجيل الدخول. هتقول لك المفروض دلوقتي تدفع 150 عشان تاخدهم 500 بعد ساعة او بعد ساعتين او بعد دقيقتين عادي يعني. ولو بعت ال 150 هتبعت لك بالفعل المبلغ اللي قالت لك عليه اول مرة، وهتقول لك لو عايز تكسب اكتر نفذ تاسكات اكبر. وطبعا لو وافقت وكملت وبعت هتوجهك على حد على تليجرام عشان يبعت لك الفلوس ويكمل النصابية معاك. هتضغط على اللينك، هتروح على تليجرام، هتلاقي حد بيستقبلك بكل ادب واحترامه، وفي الغالب هو نفس الشخص. هتقول لك لقد نجحت في تنفيذ المهمة الأولى ويلا بينا بقى عشان نبدأ شغل والدنيا تكبر وتبقى مليونير يا عم. وطبعا لو اتجاوبت معاها في تنفيذ التاسكات ودفعت بالفعل، أحب أقول لك إن الفلوس ده أنت بترميها أو بتقطعها أو بتولع فيها. يعني في أي وقت وأنت مستني تسحب فلوسك هتقول لك نفذ تاسك أكبر بمبلغ أكبر، وإلا مش هينفع تسحب الفلوس الأولانية. ولو نفذت التاسك هنبعت لك مكسب الاتنين مع بعض. ولو رفضت تسلم لي على نفسك وعلى فلوسك، ولو حيرتهم شويه وبعدين بعت برضه سلم لي على نفسك وعلى فلوسك. ولو اتجاوبت معاهم بسرعه هيفضلوا مكملين معاك لحد ما تبدا تقلق منهم. طول ما انت متساهل معاهم هيفضلوا مكملين معاك، وفي لحظه انت مش متوقعها هتلاقي نفسك معمول لك بلوك. وما تحاولش وقتها ترجع فلوسك لانك بتتعامل بجد مع ناس بلا هوية. حتى لو بعت لك هويته وصورته وهو ماسك هويته برضه نصاب، لان البيانات دي كلها بتتباع عادي بكل سهولة على الانترنت الخفي الديب ويب. حتى المحافظ الالكترونية اللي هم بيستخدموها بتتباع وبتتشرى وبتتداول عادي باسماء ناس تانية ملهاش ذنب وملهاش علاقة بالموضوع. الطريقة دي من النصب انتشرت بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة. الكلام اللي أنا قلته ده في ناس عاشته لحظة بلحظة واتنصب عليهم في مبالغ كبيرة جدا، ويمكن في ناس منهم تشارك تجربتها في الكومنتات وتشوف بنفسك. وفي ناس حيرانة دلوقتي وواقع معاهم في مبالغ ومش عارفة تخلص منهم ومش عارفة تبعت لهم ولا لأ، أو مش ضامنة فلوسها على أي حال. الناس دي عامله اعلانات مموله بمبالغ ضخمه على كل المنصات، وانا بقلب في تيك توك بس قابلني 5 اعلانات ليهم في دقايق. يعني مستهدفين كل الناس تقريبا وما عندهمش رحمه وما بيصعبش عليهم حد، وليهم مسميات كتير جدا. يعني ممكن يقول لك احنا بنشتغل في الاستثمار، او ممكن يقول لك احنا بنشتغل في التسويق الالكتروني، او ممكن يقول لك احنا بنعمل زيارات لبعض الاماكن على الانترنت او غيره او غيره او غيره. ملخص الكلام انك ما تبعتش لحد ما تعرفوش، وتحديدا في الطريقة دي، لانك مش هتقدر ترجع فلوسك لو اتقفل عليها واتعمل لك بلوك، لانك بتتعامل مع حد بلا هوية ملوش اسم وانت ما تعرفلوش اسم وخافي كل حاجة عنك وبتبعت له عادي. لو انت من الناس القليلة جدا اللي وصلت لحد هنا في الفيديو بشكرك جدا على المشاهدة، واتمنى يكون الفيديو عجبك وضاف لك، واتمنى انك ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وكل حاجة
عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس، لأن الناس دي بجد محتاجة رادع ودافع وتوعية شديدة، وكل الناس تبقى عارفة قصتهم وارشاهم، عشان نقدر نوعي أكبر عدد من الناس إنهم ما يقعوش في النصبية دي، لأن بجد في ناس كتير اتنصب عليها في مبالغ كبيرة جدا. وما تنساش تعمل فولو لو لسه ما عملتش، أو اشتراك في القناة لو أنت على اليوتيوب. وإن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم برضو على تليجرام، بس هنتكلم على علاقة التليجرام بالعملات الرقمية، وإيه الصادق اللي ممكن نثق فيه في التليجرام وغيره. ما تنساش الفولو، واستنوني الفيديو الجاي، وأحلى سلام.